علشان اولاده الاربعه ما كانوش عايزين يرجعوا البيت عشان لمه العيله. الراجل العجوز جت له فكره فجاه، قرر يسافر في البلد كلها يزور كل واحد من اولاده ويشوف بنفسه اذا كانوا فعلا مبسوطين ولا لا. وكل مره يقابل واحد فيهم كان بيساله نفس السؤال البسيط: انت مبسوط؟ ايه قصدك؟ انت مبسوط؟ ايوه طبعا مبسوط. لما سمع ان بنته بخير، ابتسامه هاديه نورت التجاعيد عند عينيه. ولما راح لابنه الكبير كان عنده نفس الامل يسمع نفس الاجابه، وابنه فعلا قال انه مبسوط، بس عينينه قالت غير كده. التردد البسيط كشفه. هنا فرانك فاهم حاجه، انهم بيكذبوا، ولا واحد فيهم مبسوط بجد. ليه اولاده يكذبوا عليه؟ عشان يعرف الحقيقه. طلب منهم كلهم يجوا البيت في العيد، بس قبل العيد بيوم بنته الكبيره كلمته وقالت انها غرقانه في الشغل ومش هتعرف تيجي. فرانك اتضايق، بس فضل عنده شويه امل. عنده 3 تاني. فتح البريد الصوتي واحد ورا التاني، كلهم قالوا مش فاضيين، الشغل واخدهم. كأب فرانك حس بمشاعر متلخبطه. يعمل ايه؟ يلومهم؟ من ساعه ما مراته توفت من 8 شهور ولا واحد رجع البيت، وهي كانت الجسر اللي بيربط بينهم. كانوا بيحكوا لها كل حاجه. دلوقتي بيتصلوا نادر جدا. البعد ده غرز في قلبه، وكل اللي كان نفسه يعرفه هل هم مبسوطين. بعد ما قعد لوحده شويه خد قرار جريء، هيسافر ويزور اولاده الاربعه بنفسه واحد ورا التاني، ومش هيقول لحد عشان تبقى مفاجاه. جهز شنطته، خد دواه، وبدا الرحله. بس ما كانش عارف هيقدر يكمل قد ايه. قبل ما يتقاعد كان شغال في مواد بتحمي الكابلات الكهربائيه. السنين دي بوظت رئته، صحته ضعيفه ومحتاج الدواء في ميعاده. الطيران صعب عليه، فاخد القطر، وكل ما يقابل حد كان يفتخر باولاده ويقول: ابنه الكبير قائد اوركسترا، ابنه الصغير رسام، بنته الصغيره راقصه محترفه، بنته الكبيره مديره تنفيذيه. يتكلم عنهم بفخر حقيقي.